السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيان وكلشي هو هذاك. مرحبا بكم في فيديو جديد. بعد الفيديو البنات حتى هو في ضمن التحضيرات ديال رمضان، الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه ان شاء الله. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هكا افكار. بالنسبه للبنات الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العجينه ديال بيتزا ديال الدقيق الكامل، كتجي غزاله وصحيه. تقريبا هاد العمارات كامل اللي تقريبا اللي غندير لكم بجوج حتى هما وحتى العجينه صحيين. وغنشارك معكم بنات واحد جوج عمارات ديال البيضات ولا ديال لينام. بالنسبه للبنات العماره الاولى غادي ناخذ مقله درت فيها شويه ديال الزيت عاديه. غناخذ هنايا بصيله غنقطعها مربعات صغيورين وغنديها في المقيله. غنزيد عليها البنات شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال البزار. ومن بعد غنضيف ليها جوج دوس ديال الثومه اللي حكيت، وغادي نخليها تشحر فوق البوطه، ما تخليوهاش حتى طيح بزاف. المهم البنات كيبدا اللون ديالها كيذهب صافي. من بعد داك الساعه كندوز باش نزيد عليها لي زيبينار ديالي. بالنسبه لبنات لي زيبينار انا غسلتهم مزيان، حيت لهم يعني هذيك العظيمات اللي كيكون فيهم هنايا، خليوهم حتى تسقطوا. غادي نقطعهم باش البنات تستافدوا من لي زيبينار. ملي ديهم فوق البوطه ما تخليهمش حتى يطيحوا، يعني راه كيبقاو هكاك وما كنقطعوهمش البنات مزيان بحال كتقطعوا بها المعدنوس. هنا هي بحال هي كتشلوهم شويه كتحطوهم. من بعد غنزيدهم على هذيك البصيله وغنخليهم يتشحروا. هنا غندوز للعماره الثانيه البنات كيف ما قلت لكم، باقي ما ساليت من الاولى، غير انا غندوز للثانيه. هنا البنات داز 5 ديال البطاطا كيتسلقوا. المهم نتوما كديروا على حسب الكميه اللي عندكم. هنا دات البطاطا كتسلق، من بعد غادي نمعسها مزيان نحدها سخونه، حيت ملي كتكون سخونه بلا دغيا كتماس. من بعد غنزيد عليها البنات هنايا الطون، هنا تقريبا هاد جوج معالق. بالنسبه للبنات لهاد الطون هذا اللي كنستعمل اللي دات فيها ما فيش ماشي ديال الزيت، هذا بنات الطون ديال الماء، راه موجود كاين في ماجان، كاين في كارفور، فين ما مشيتي كاين البنات كتلقاو هاد الطون ديال الماء. من بعد البنات غادي نزيد عليه شويه ديال البزار، وغادي نضيف ليها هنايا الزعتر. انا الزعتر كنستخدموه البنات، ما كنستخدموش هكاك خضر، كنشدو كنديروه في المقله. هي كتبدا تسخن المقله كنحطو فيها وكنطفي عليه باش كنستافد من هذاك، يعني كتستافدوا من يعني من ديك المنافع اللي بالزعتر. اما الا تحاق فوق البوطه واستعملتوها بحال ما درتو حتى زعما ما تستافدوا منه حتى شي حاجه، غير زعتر محروق. عاد كنحكو ملي كيبدا كنحكو وكنبقى نستعملو في بيتزا ولا في اي حاجه. من بعد البنات هنا زدت قبيصه ديال الملحه، وغنزيد البنات هاد الفرماج هذا البنات غزال وزويون صراحه، دقتو عجبني صراحه، عجبنا البنات. لا في لا تيكستور ديالو ولا في البنه ديالو، صراحه زوين خفيف وما مالحش بزاف. المهم بنات كيف ما شفتوا هنا غادي نخلط مزيان هاد العماره ديالي، وهكا كتكون وجدات صراحه كتجي زوينه وفي نفس الوقت صحيه، يعني ما فيها مثلا حتى الا عمرتي بها مثلا السيكار ديالك ولا البيضات يمكن لك تستعمليهم بلا ما تقليهم، ديهم غير في الفران، رشي عليهم غير زويته وديهم في الفران غيجوك صحيين وزويونين. والعماره البنات الاولى اللي كنت درت لكم ديال لي زيبيناغ، هاهي ملي طاحت داك لي زيبيناغ شويه غادي نزيد ليها البنات هنايا شويه ديال زيت البلديه، وغادي نزيد ليها البنات لا دان فيمي، وغادي نضيف عليها شويه ديال الفرماج محكوك، الفرماج الحمر. وصافي البنات حتى هي غادي نزيد ليها شويه ديال داك الفرماج، حيت انا عجبني اختي. نتوما خليو اختيار، بغيتو ديروا فرماج ساندويتش، بغيتو ما ديروا فيها كاع الفرماج، المهم نتوما اللي بغيتو يعني بان لكم تستعملوا فهمتوني. غير بالنسبه لهذه انا ما درتش فيها البنات الملحه، لحقاش غندير فيها درت فيها داك لادان فيمي كيكون اصلا مالح، ودرت فيها الفرماج حمر يعني اصلا تيكونوا مالحين، حتى الفرماج هذا ما كيكونش مالح. المهم البنات هذا مكان يعني هذه هما العمارات ديالي كيجيو البنات صراحه زويونين. انا البنات استعملتهم دابا، عاد غادي نبدا نعمر بهم بيضات والسيكا، يعني وجدتهم ونخليهم حتى كيبردوا، عاد كنبدا نعمر بهم باش ما كتقطعش ليا يعني الورقه ديالي، باش البنات يجيوكم ساهلين. خليهم حتى يبردوا عاد بداو تعموا بهم.
هنا البنات غندوز باش نحط ان شاء الله العجينه ديال البيتزا ديالي. هنا عندي البنات الدقيق ديال القمح، الطحين ديال القمح كامل البنات بالنخاله بكل شيء، ما غابلتو ما حتى شي حاجه. وعندي هنا تقريبا البنات نص كاس ديال طحين ديال سبيسيال. هنا غنزيد قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد ليها البنات شويه ديال زيت البلديه. كاين اللي كيعجنها عاد كيدير الزيت البلديه وكيخليها كطلق. هذا البنات ما كتخليوهاش ترتاح نهائيا. داك الساعه مع نتوما كتصايبوها كتعجنوها داك الساعه ما كتضيع عليكم لا وقت لا حتى شي حاجه، وكتجي البنات واعره زوينه. هنا زدت الزعتر بنفس الطريقه اللي انا هو باش كنخدمو، يعني اللي قلت لكم. هنا غنزيد شويه ديال الخميره الحبيبات، وغادي نبدا نجمع العجينه ديالي مزيان بشويه ديال الماء دافي. وما تخافوش راه غتعجن لكم شي، واخا ما ديروش داك الطحين ديال سبيسيال. بزاف اللي كيخاف من الطحين ديال الصاع كونوا هانين. راه في الاول كيبان لكم انها ما كتجمعش، ولكن اين فوا كتخليوها مثلا غير كتشرب، نتوما كتخدموا فيها في يديكم كتشرب، حيت هو داك الطحين ديال الزعتر تيبقى يشرب. غير كيبدا يشرب صافي كتجيكم ساهله البنات تخدموها، كتبقى تمشي معاكم. المهم غندلكها البنات مزيان شويه. من بعد ها نتوما كيف ما شفتوا انا غنخدم بها دابا، ما نخليهاش ترتاح. شفتوها هي كتبقى فحال شويه، يعني فحال شويه كتلصق لكم في اليد. ولكن ما تخافوش، غتجيبوا الطحين غادي تخدموها به غتجيكم سهله. خديت البنات هنايا شويه ديال الطحين الزهر درته فوق السطح ديال العمل، وغادي نبدا يعني نديرها بالمدلك مزيان حتى غتولي البنات السمك ديالها شويه ضعيف، لحقاش عجينه البيتزا اصلا دايره فيها الخميره، يعني واخا تجي البنات ضعيفه ما تخافوش منها نهائيا، غتجي مزيانه. المهم البنات كيف ما قلت لكم بالنسبه لهنا اللي عنده المول يستعملوا، عندكم شي قطع استعملوا. انا بنات درت القياس ديال التبصيل هذا جاني ساهل، وفي نفس الوقت زعما جاني عملي. هانتو البنات كيف ما شفتوا ما كتلصق لكم في يديكم حتى حاجه، كتوليو تلعبوا بها. يعني ما تخافوش نهائيا من الطحين ديال الدقيق، وفي نفس الوقت راه صحي. هذا ما كان البنات كملت هذوك خرجت لي بداك القياس البنات اللي قلت لكم، تقريبا زلافه ونص ديال طحين الصاع، ونص كاس ديال طحين فينو. خرج لي البنات هادو 5. درت البنات هنا مقله حتى غتسخن مزيان. عاد غادي نطيب فيها هاد العجينه ديالي السر ديالها البنات باش تخليوها وتحتفظوا بها. هنا البنات شوفوا السمك ديالها جا ضعيف. السر البنات ديالها هو انكم تقبوها مزيان البنات باش ما تنفخش لكم. وكيف ما قلت لكم باش تصدق لكم، يعني العجينه ديال البيتزا ديما انكم ملي ديروها فحال هكا خليو المقله حتى كتسخن مزيان. عاد داك الساعه كتهزوها وكتلوحوها في المقله، والمقله البنات كتكون مجهده لحقاش البيتزا مازال غطيب في الفران. داكشي علاش يعني هذيك العجينه غير فحال الا كتحبس داك الاختمار ديالها ملي كديروها في داك المقله. ها هي البنات انا باقا سخونه. المهم البنات كيف ما شفتوها كتجي زوينه البنات صراحه. هذه ديال الزع انا والله الا ولات البنات كتعجبني، انا صراحه ولات كتعجبني، كتجيني حسن من هذيك الاخرى ديال الفوس اللي كنستعملو ولا اللي كناكلو في الزنقه. المهم هذه بعدا صحيه. وهذا بنات هما العمار ديالي كيف ما شفتوا، هذه العمار ديال لي زيبينار، وهذه ديال البطاطا. وهذا ما كان البنات. هنا غنسير لكم لا فيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. واللي عنده شي افكار ولا شي حاجه تخليها لي في التعليقات كنتقاسموها مع بعضياتنا. ما تنساوش البنات لايك باش ديما ان شاء الله باش الفيديو يطلع، وحتى نتوما في الموقع شي فيديو يبقى يوصلكم. المهم هذا البنات ما كان، صحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.